بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي ومتابعين على قناتي على اليوتيوب، أهلا بكم. قصيدة جاية دي قصيدة رومانسية بعد ما انقطعنا فترة طويلة عن كتابة أي قصايد بسبب ما يحدث في فلسطين. قصيدة بعنوان بنت الجيران. بقول فيها: بنت الجيران قصة حقيقية، حبيتها وكان حبها غية، لا سألت يوم عنها فقيرة ولا غنية، لعيونها غنيت وما غنتش لبهية. بنت الجيران كانت أول حب في حياتي، وأول ما شافت عيوني ونظراتي، وأول صباح أسمعه من بابها وشباكها تقول لي: صباح الخير يا وش الخير. أرسلت سلامي أمس مع أول طير، وقلبي رفرف معاه وكان بيطير، وكأن الطير يا حبيبي عليك بيغير. أنا قلت: سلام، سلم عليها وارجع وطمني. أنا قلت: سلم عليها وارجع وطمني، إياك يا طير تبعد ولا تغيب عني. ده يا طير ابن الجيران وسنه من سني، يا ما حبني وحبيته وكنا بنغني. أنا رديت سلامي وقلت: صباح الخير يا حلوة يا منورة بالليل ظلام الليل، يا بسمة يا معطرة كل متر وميل، يا حلوة يا موال لكل اللي قالوا مواويل، يا قول للعطشان بقاله سنين. حسي بيا وبلاش أذية، أنا كل ليكي وبغير عليكي. مريت على بابك ورميت على الباب الصباح، وارسلت مع الطير سلام ست الملاح. وربي جمعني معاها من بعد قصة كفاح. ودي حكاية بنت الجيران، أو قصة بنت الجيران. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.